قراءة موجزة في مجموعة رجالة بالاسم للكاتبة السودانية مها مقداد. محتوى الكتاب مجموعة خواطر نقدية تحت اسم رجال بالاسم، تنتقد فيه على نحو مباشر الذكورية السائدة في المجتمعات العربية عموما والسودانية على نحو خاص، وتحمل للأنثى نصائحا وتوجيهات تبين من خلالها وجهة نظرها في التعامل مع الرجل والاحتراس من فخاخه، وتحذر الأنثى من مغبة الوقوع في الضعف والانحلال. فمضمون الكتاب نقدي موجه يسهم في تعرية العيوب والتصرفات غير الظاهرة أو المباشرة في نظرته للمرأة وتسليعها، وفي ذلك دعوة من الكاتبة للشفافية والصراحة لتجلي الشخصية الأنثوية الواضحة والتي تعمل في فضاء رحب وتسهم في إنشاء مجتمع عماده المحبة والتفاهم. كما تشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في كونها باتت أماكنا لممارسة الاحتيال لتوضح لنا سلبياته فيما يخص الجريمة الإلكترونية التي باتت عابرة للحدود والأقاليم، يمارس فيها الرجل السلعي وبشكل ممنهج الخداع بغية جر المرأة لأوكار الاستغلال والابتزاز. وهذا ما بدا جليا بكل أسف. يمكننا إيجاز الكتاب من خلال النقاط التالية: الدعوة للاتحاد بين المرأة قائم على التواصل والشفافية لتكوين درع واق يكشف عن الخطر قبل وقوعه. وقد بيّنت الكاتبة مها مقداد الحلول من وجهة نظرها لردع الاحتيال الذكوري الممارس تحت أقنعة الدين والشرع والتقاليد التي تبيح له التعددية. تشير أن كتابها لا يعني أنها تناهض كل الرجال بشكل تعسفي، وإنما جاءت لتبين وتضع النقاط على الحروف للتمييز بين الصحيح والخاطئ. إنها رسالة لجنسها بالدرجة الأولى، تشارك فيه الكاتبة معهن شجونها وما يعتريها من أفكار. بيان التعريف الحقيقي للرجولة، فهي ليست الفحولة وإنما التحلي بالأخلاق العليا ومساندة الضعيف ليقوى. التأني قبل الزواج للحيلولة دون الفشل، واختيار الشريك بعد دراسة وتنقيب عن ماهيته دون الانغرار بالمظاهر والقشور والبذخ المادي. بيّنت الكاتبة استنكارها لبعض الممارسات الذكورية الشائعة لخداع المرأة، وكشفت عن ذلك بكل وضوح ودعت لليقظة، حيث أن المرأة تعاني من ضغط كبير في البيئات المعنفة والتي تمارس العنف تحت يافطة الدين. الكتاب كما نرى توعوي يدخل في حقل الخاطرة النقدية، حيث وضعت الكاتبة مها مقداد خارطة طريق للمرأة الحائرة أو التي تعاني من الاضطهاد والضياع الأسري. أفكار وضعت على طاولة النقاش بمعزل عن مدى صواب الأفكار، فهي موضع نقاش ويمكن الاختلاف فيها قليلا أو كثيرا. فإن الكتاب يعد من الكتب القيمة والتي تدخل في بند الكتابة النسوية الهادفة لتحسين علاقة المرأة بنفسها وبالرجل، وبدعوة نحو ضرورة مراجعة الرجل لنفسه كي يكون بالفعل رجلا منصفا حقيقيا، وليس مضخ التنفيس عن الغرائز والشهوات العابرة.